مساء الخير يا اولى ثانوي وصباح الخير. ما اعرفش انتوا بتتفرجوا عليا امتى، ممكن تكون بتتفرج عليا قبل السحور، تكون بتتفرج عليا بعد السحور وانت رايح تمتحن. فربنا يا رب يوفقكم. كل سنه وانتم طيبين. ده اول فيديو لينا على اليوتيوب في رمضان. انا اعمل كده مراجعه سريعه على المقرر بتاع اول امتحان شهر مارس في المدرسه. فقلمك كده في ايدك وورقتك جنبك، ونركز مع بعض كده في اهم النقط اللي ممكن تعدي عليها في الامتحان. يونت 7 ويونت 8 كان فيهم اجزاء مهمه جدا، عايزك تركز فيهم كده كالعاده. بما اننا بنعمل مراجعه جزئيه على 2 يونت، فاحنا ما مش هنشرح، ولكن احنا هنحل مع بعض شويه اسئله. ومن الاسئله دي بفضل الله نبدا نتكلم في اهم النقط اللي موجوده في الجرامر، ونلم مع بعض برضو الفوكابلري اللي موجوده معانا في اليونتين دول. فسمي الله كده وصلي على النبي، وادينا كده اللايك المتين، ونتوكل على الله. اول سؤال هنا بيقول لحضرتك رامي is going to leave Egypt on a business trip. The antonyms of the word leave. كلمة leave أولا معناها إيه؟ قال لك leave معناها يغادر. أنا محتاج عكس كلمة يغادر. إذا عكس كلمة يغادر أنت حضرتك عايز تقول لي يصل. لما جيت أدور على الاختيارات اللي معاك، كان معاك كلمة arrive اللي كان معناها يصل، وكان معاك كمان reach اللي كان معناها يصل. يبقى انا معايا الاختيارين بتوعك يا اما reach يا اما arrive. السؤال التاني بيقول لحضرتك the doctors said that the patient's case was not and he needed an operation عملية. حضرته محتاج عملية، إذا الحالة خطيرة. كلمة خطير طلعت جري لمحتها بعناية لقيت كلمة dangerous. وكمان ما تنساش ان كلمة serious اللي بتساوي كلمة severe بتساوي كلمة dangerous، كل دول كان معناهم خطير. السؤال اللي بعد كده بيقول لك in the past my body used to get itchy when I ate strawberry. I think I had النقط. كان بيحصل لي كده شوية حساسية وبيحصل لي كده شوية انتفاخات في الجلد لما باكل فراولة. معنى الكلام ده ان انا مصاب بحساسية، عندي حساسية، عندي allergy. بعد كده شباب بيقول لك we rescued all the passengers and the coach performed نقط for the fainted ones. fainted معناه المغمى عليهم. هنعمل ايه يا باشا؟ هنعمل لهم عملية تنفس صناعي، هنعمل لهم CPR. ما تنساش ان CPR بتاخد perform، ممكن كمان تاخد do، يبقى do CPR او perform a CPR. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the new airport is equipped with all the نقط services that can help in different situation. بيقول لك المطار الجديد مجهز بجميع الايه، خدمات الايه اللي ممكن تساعد في اي موقف صعب او مواقف صعبه. اذا انا محتاج حاجات طوارئ، خدمات طوارئ، انا محتاج emergency services. ركز كده معايا، والحاجات اللي انت ما انتش فاكرها في الكلمات تركز معايا فيها. لو انت كنت حاضر معانا من بدايه الترم الثاني فالكلام دوت انا هعتبر مراجعه. لو انت ما حضرتش معايا وجاي لي متاخر فركز في اللي بيتقال ده، عشان غالبا انت حضرتش معايا اليونيتات دي. ولو انت مش معانا في السنتر فركز كده يا باشا، وربنا يا رب يكرمكم كلكم باذن الله. في السؤال 6 بيقول لي the crew didn't نقط to our messages so we sent a helicopter to check them. الطقم ما كانش بيعمل ايه لرسايلنا، فعلشان كده بعتنا هليكوبتر علشان نطمن عليهم. اذا الطقم ما كانش بيستجيب، يستجيب اللي كان اسمها respond. we prefer to camp in this land because the نقط is fertile. احنا بنحب ان احنا نقعد في الكامب ده لان ايه خصب and it can be planted. طالما planted اذا يمكن زراعته. طالما بتتكلم على زراعة اذا بتتكلم عن التربة الزراعية اللي كان اسمها soil. It's so freezing that we need another نقط to feel warm. احنا محتاجين ايه علشان نحس بالدفء؟ بيقول لك freezing الجو تلج. طالما الجو صعب، الجو برد، اذا احنا محتاجين بطاطين، محتاجين ملايات، محتاجين بلانكت. were he. تعالى بقى يا باشا نتكلم على الجرامر اللي كان موجود. كان معاك الضرورة والإلزام، وكان معاك كمان conditional F، حالات F الشرطية بأنواعها. were he، أول ما لمحت were
وير قالت لك انا ليا عندك قاعدتين وانا بديله للحاله الثانيه، يبقى وير بديل في الحاله الكام يا عم معروف؟ قال لك بديل في الحاله الثانيه. وير زائد فاعل زائد تو زائد فعل في المصدر، يبقى انا لو معايا فعل يكون معايا تو والفعل بتاعك مصدر، او وير زائد فاعل زائد اسم او من الممكن استبداله بضمير. ازاي يا عم؟ قال لك يا سيدي بص، عايز اقول لك لو كان معايا فلوس فقمت قايل لك where I to have money. عايز اقول لك لو انا كنت علي، لو انا كنت محمد صلاح، قمت قايل لك where I محمد صلاح. في الجملة الأولانية أنا كان معايا فعل، فعلشان كده حطيت تو وحطيت الفعل بتاعي في المصدر. في الجملة التانية كان معايا اسم، فساعتها ما كنتش محتاج إن يكون معايا تو. تعال نرجع للجملة بتاعتنا. where he not hard، أنا بيقول لك أنا عايزك تختار فعل، طالما بتختار فعل يبقى تو زائد الفعل في المصدر. if you want to succeed مضارع بسيط، إذا حالة أولى. الحالة الأولى if مضارع بسيط، اكتب كده معايا if مضارع بسيط، if مضارع بسيط. حالة أولى if، تعالى كده بسرعة نلمهم. مضارع بسيط، الناحية التانية فاعل زائد will أو كان أو may زائد الانفينيتيف فعل في المصدر. ممكن نستبدل دول بشود أو shouldn't زائد الفعل في المصدر في حالة النصيحة. وما تنساش ان احنا عندنا حالة كده كمان تبع الحالة الاولانية، اكتب كده ورايا لو فايتك حاجة، انا بتكلم بسرعة ولا حاجة بكتب، ممكن تبقى تراجع الفيديو شوية. معاك الجملة الامرية تبع الحالة الاولى اف زائد مضارع بسيط. هنا هو مفيش عندي فاعل، امال عندي ايه معروف؟ يا اما عندك فعل مصدر يا اما دونت زائد فعل في المصدر. اكتب الكلام ده يا باشا، الكلام ده محتاجه. تمام. ما تنساش ان من الممكن استبدال اف في الحالة الاولى بشود زائد فاعل، بس قالت لك لما تشوفني حط معايا فعل في المصدر. الحالة التانية بفكرك مش بشرح. الحالة التانية قالت لك انا اف ماضي بسيط، الناحية التانية فاعل، بدل will بقت would، بدل كان بقت could، بدل may بقت might زائد الفعل في المصدر. وحالة النصيحة بتاعت الحالة التانية لو كنت مكانك if I were you I would أو I wouldn't. هل في عندك يا معروف زائد المصدر؟ طبعا. هل في عندك يا معروف بدايل حالة تانية؟ لسه متكلمين فيها من شوية. بدايل if في السكند كونديشنال where زائد فاعل زائد to زائد مصدر، where زائد فاعل زائد اسم أو ضمير، had زائد فاعل زائد اسم مملوك. بعد كده نخش على الحالة التالتة. الحالة التالتة قالت لك أنا الماضي بتاع الحالة التانية، يعني بتتكوني من إيه يا حالة يا تالتة؟ قالت لك بتكون من اف زائد ماضي تام، يعني هاد زائد التصريف التالت، طبعا ما ينفعش تنسى ان بيكون هنا في فاعل. الناحية التانية فاعل زائد would have تصريف تالت. ما تشوفش هاد تقول لي حالة تالتة، ما تشوفش would have تقول لي حالة تالتة. نعم يا اخويا، يا حبيبي. تشوف هاد زائد تصريف تالت اقول لك حالة تالتة، اشوف would have زائد تصريف تالت اقول لك حالة تالتة. طب الحالة التالتة ملهاش بدايل يا مستر؟ ازاي؟ تزعل منك. هاد زائد فاعل زائد تصريف تالت. مستر انا كده معايا هاد بديلين. يا حبيبي، هاد بديل في الحالة التانية بس بيكون معاها اسم مملوك
ولكن هذه الحالة الثالثة بيجي معاها تصريف ثالث. ما تنساش يا مستر تفكرنا ان عندي كلمة unless اللي كان ترجمتها لو لم. عندك كمان without but for بيساوي unless ولكن بيجي بعدهم اسم او ing. عندك in case of بتساوي if ولكن بيجي بعدها برضو اسم او ing. نرجع للسؤال تاني. if you want to succeed you not study hard and do your best. كنا بنقول ان دي حالة اولى is might would معايا يا اما want يا اما should. لو انت عايز تنجح مش هتذاكر كويس، ولا لو انت عايز تنجح يجب ان تذاكر كويس، لازم تذاكر كويس. حلك في الجملة دي الوحيد هيبقى should. تعال نكمل يا باشا. كل اللي انا كنت بكتبه عايزك تكتبه بايدك. طول ما انت بتكتب بايدك والله ما هتنسى. ركز يا حبيب قلبي. اللي بعده You not and see my daughter in her birthday we will be waiting for you. اليونت الاولاني كان معاك must من استخداماتها. احفظ كده معايا. must خدتها عشان تتكلم عن إلزام. must عشان تتكلم عن نصيحة قوية. must عشان تعمل بها اقتراح أو توصية. must استخدمتها عشان تعمل بها warm invitation دعوة. must استخدمتها لتأكيد استنتاج. اكتب بإيدك، اكتب بإيدك يا قمر. نرجع لجملتنا يا معروف. نرجع يا سيدي. You not and see my daughter in her birthday we will be waiting for you. تعالى يا عم شوف بنتي في عيد ميلادها. تعالى يا عم زورنا واحتفل معانا. تعالى يا عم انا بعزمك. must come. Can't you see this sign؟ انت مش شايف الاشاره دي؟ You not park in this square you will be fined. You will be fined حضرتك هتدفع غرامه. طالما هتدفع غرامه اذا ما ينفعش ان انت تركن هنا. ما ينفعش اللي كان اسمها mustn't. mustn't بتساوي mustn't بتساوي اولا must never never must. بس دي غير شائعة الاستخدام يعني. you must never على طول بتساوي mustn't. not allowed قبلها verb to be يبقى be not allowed. am is are was were forbidden. against the law بفكرك مش بشرح. banned. كل دول تشوفهم حلك بيبقى mustn't. I would go to work flying if I would يبقى دي حالة تانية معروف من غير ما نفكر. عايز ماضي بسيط. if I were a superman. مستر I بتاخد were في الحالة التانية يا حبيب قلبي. I بتاخد were. ومن الممكن استخدام were مع جميع ضمائر الفاعل بتاعتك حتى لو مفرد. بس لو استخدمت معاهم was مفيش مشكلة. انما I قالت لك حبيبي انا هاخد were. رغم انها اشاعات الاستخدام والله انت تستخدم was مع I بس عشان المنهج بتاعك وعشان امتحاناتك. Next year we not buy another bed for Marwan who will be 3 years old. السنة الجاية مش هنبقى محتاجين. السنة الجاية حضرتك بتتكلم عن ضرورة في المستقبل إذا محتاج will. بس ما عنديش حاجة اسمها will must. وما عنديش حاجة اسمها had to في المستقبل. ده ماضي. يا إما will have to يا إما won't have to. بيقول لك مروان هيبقى عنده 3 سنين. فهل احنا هنبقى مضطرين نجيب له سرير جديد؟ ولا مش هنبقى مضطرين نجيب له سرير جديد؟ تعال نشوف. السنة الجاية we not buy another bed for Marwan who will be 3 years old. هيبقى كبر. هنضطر نجيب له سرير جديد. ماليش دعوه انا بالسرير اللي بيجي في عفش الحاجه دوت من يوم ما اتجوزت وبتنام عليه من يوم ما اتولد وممكن تاخده لما تتجوز. تمام. ولكن احنا المفروض في سرير للبيبي. ما يهمش احنا ما عشناش طفولتنا بقى ما يهمش. فطالما البيبي هيكبر بقى عن 3 سنين خلاص بقى بغلى قد الدنيا. فهنبقى مضطرين نجيب له سرير جديد. فهتبقى will have to. تعالى كده خلصنا من الامتحان الاولاني ده. تعال نخش على الامتحان التاني.
السؤال الاول هنا بيقول don't interrupt the presenter. ما تقطعش الشخص اللي بيقدم ده. You can make نقط and we will discuss them at the end. اعمل لنا شوية ملاحظات، اعمل لنا شوية تعليقات، واحنا يا باشا هنناقشهم. make comments, make notes. Yesterday we had lots of entertainment in the party. امبارح اتبسطنا كتير في الحفلة. We all were happy. انا عايز عكس كلمة entertainment اللي كان معناها متعة. طيب طالما انا كنت مستمتع يبقى عكسها انا كنت حاسس بالملل. كان معاك كلمة بورد اللي كان معناها يشعر بالملل. boredom معناها ممل. وجويفول معناها مرح. joyfulness معناها ممل. حلو كده. يلا اللي بعده. بيقول لك we should نقط from our parents long experience of dealing with people. لازم نعمل ايه في التجارب بتاعة اهالينا عشان نقدر نتعامل مع الناس؟ لازم نعمل ايه يا مستر؟ اكيد لازم نتعلم منهم، لازم نبقى عارفين ايه اللي بيحصل. تمام. طالما لازم تبقى عارف ايه اللي بيحصل وتتعلم هتبقى benefit from. تمام. ايه ده احنا عملنا دي ليه؟ دي مرح. لا ثواني كده يا شباب بس، ارجع لي تاني اطلع لي كده فوق رقم 2. ارجع كده بس ارجع. خطأ مطبعي لا اساس له من الصحة. احنا لسه كنا بنقول متعة ولا احنا ترجمناها ملل ولا ايه؟ تمام. انا معلش بس نرجع للسؤال ده تاني يا شباب. هو غالبا انت قلت في الفطار فان شاء الله خيرا. رمضان للعبادة. الله العظيم. رمضان ده للايه؟ للعبادة. نقعد نتعبد ونأجل جميع المشاريع بتاعتنا اللي بعد العيد. اي حاجة بعد العيد يا باشا. ترجع بس السؤال ده. احنا كنا بنقول عايزين عكس كلمة متعة entertainment. joyfulness دي متعة برضو. اوكي. dissatisfaction اللي كان معناها عدم رضا، فحلك هيبقى boredom و dissatisfaction. حلينا السؤال 3 benefit from. ما تنساش ان benefit يا اما from يا اما to. benefit from يستفيد من، benefit to فائدة ليه. ما تنساش ان benefit عندي في الانجليزي ليها معنيين، يا اما فائدة يا اما يستفيد. تركز معايا يا باشا في كل نقطة بتتقال. بالله عليك كده ربنا يبارك فيك واصلحها لك واصلحها لك يا قمر. يلا. مستر كرم wants to know more about the accident of the wrong mail. عايز يعرف عن الحادثة، يعرف يكتشف find out. توك توك is a نقط with 3 wheels. توك 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 يا حبيبي يا بتاع زايد وبتاع مدينتي ما تعرفش التوك توك. About the accident of the wrong with 3 wheels it can go through the narrow alleys of Egypt. توك توك دوت نوع من انواع المركبات، وسيلة مواصلة. vehicle. let the dog نقط and play in the garden. يا عم سيب الكلب يخرج. it's been indoor for long. قاعد indoors في الداخل جوه بقاله كتير. كان معاك كلمة go out كان معناها يخرج. you look not you have we met before I think so. بيقول لك انت شكلك كده حاسس اني شفتك قبل كده. السؤال اللي انت ايه اي حد تشوف حياتك تقول له بقول لك انا حاسس اني شفتك، انا حاسس ان انا شفتك قبل كده، شكلك بالنسبه لي مألوف، شكلك فاميليار. وفاميليار لو عايز تقول مألوف ليه فاميليار تو. nobody could descend to the whole bottom. descend معناه ينزل. so the نقط was the best solution. محدش قادر ينزل
تحت بني ادم. اذا افضل اختيار بالنسبه لك يبقى الانسان الالي، هيبقى الرابط. What not if you found 1000 pounds in the metro. found ماضي يبقى حالة تانية، يبقى أنا عايز would. واللي شلتهم would you do would you do. would عايزة مصدر would you do. لسه مراجعين من شوية حالات if. I not happy if I get the full marks. get مضارع مضارع. إذا دي حالة أولى will be. We not uncover the pot while it's boiling. This is a bit dangerous. dangerous خطير. طيب uncover تشيل الغطا. تمام. uncover تشيل غطا لما الحاجة تكون اللهم صل على النبي وبارك لنا فيها عليه افضل الصلاه والسلام. احنا ما سميناش الله ولا صلينا على النبي في بداية الفيديو ده. فعايزك كده الأول قبل ما نكمل كلامنا يا حبيب المستر سمي وصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، بنية كده إن ربنا يوفقنا ويكرمنا. إزاي نسينا حاجة زي دي؟ صلي على النبي كمان مرة، صلي على النبي كمان مرة عشان ما عدناش ننسى تاني. خد ثواب كده يا باشا، خد ثواب كده، اتفرج كده وخد ثواب. تمام. ربك يا رب يكرمكم ويكرمنا يا رب. ربك يا رب يكرمكم ويكرمنا ان شاء الله. طيب الميه بتغلي فينفعش ان انت تشيل من عليها الغطا، نولع ونتحرق. تبقى shouldn't uncover. if I had studied معايا had وبعدها بي تصريف تالت، اذا دي حاله تالته معروف. اذا محتاج would have زائد تصريف تالت، would have زائد تصريف تالت اهو would have passed. يا مستر ما تكمل الجمله يا عم، انا مش محتاج، ما انا خلصت. اللي بعده My room became messy فوضوية. I not my nephews come in here. ما كانش المفروض بوظوا له الأوضة. تعالى تعالى يا سيدي تعالى. الندم باستخدام should بتساوي ought to و shouldn't بتساوي ought not اللي هي oughtn't to. يا إما هتلاقي بعدهم فعل في المصدر ودي للتعبير عن نصيحة، يا إما هتلاقي بعدهم have وتصريف تالت ودي للتعبير عن ندم. الأوضة بقت فوضوية، ما كانش المفروض أدخل ولاد عمي، ما كانش المفروض أدخل قرايبي هنا الأوضة، يبقى shouldn't have let. You not wear your uniform whether you like it or not. طالما بتتكلم على uniform بتتكلم على حاجات حضرتك مجبر ان انت تعملها، مضطر ان انا اعملها غصب عني، رجلي فوق رقبتي، has to have to need to ought to. على حسب نوعية الفاعل تبدأ تصرف فعلك. يجمع يبقى have to. has ما تنفعكش لانها تعامل او تيجي مع الفاعل المفرد. تعال نخش كده على امتحان كمان. تزهقش مني، زي ما تزهقش مني، انت اللي هتمتحن بكره، انت اللي محتاج تراجع مش انا. تمام. مش عايز اعايرك واذلك واقول لك انا حققت احلامي وطموحاتي، ما عادش طالب في سنه وانا يا طالب يا طالب يا طالب يا طالبه. ركز يا سيدي. The performance of the national team is surprising although they haven't played for months. انا عايز مرادف surprising. surprising اللي كان معناها مدهش، رائع. amazing طلعت جريت عليها مش محتاجة تقف جنبها. trending amazing طلعت اجري عليها على طول. boring كان معناها ممل فشلتها. تمام. flourishing مزدهر مش معاك. trending حاجة اخدة ترند يعني رقم واحد كده الناس بتتابعها. تمام. زي ما طلعكم كده ترند ان شاء الله اخر رمضان وانا بديكم الشامل بتاعكم. عادية العيد. ومعاك هنا كمان astonishing اللي كان معناها مذهل ورائع. Mom has not the troubles I made at school and she is punishing me. ماما بتعاقبني. يبقى عرفت، يبقى اكتشفت، يبقى found out about أو known about.
found out اللي هي لو عايز تحط معاها حرف جار تبقى about ونون about. In some countries in Asia في بعض الدول في قارة آسيا people not their dead in the funeral and keep their ashes. اتفرج على افلام هندي ولا حاجة تلاقيهم ما شاء الله بحرقهم، هم اللي بحرقهم، متستنوش اما تطلع فوق. تمام. اذا هتبقى burn، بيحتفظوا بالاشز. ashes اولاد اللي هو التراب اللي بعد الحريق ده. My children are polite، ولادي مؤدبين. قوي. They do what I want not without pouting، من غير ما يتذمر مش يزمر ايه، من غير ما يبوز، من غير ما يقلب وشه زي ما انتوا بتقلبوا خلقكم على اهاليكم. تمام. يبقى بينفذوا كل حاجه بقولها لهم immediately، في الحال وفي التو وفي اللحظه. My little brothers asked me to not the Mother's Day present to give it to our mom. بيقول لي اخواتي الصغيرين طلبوا مني اعمل ايه في الهديه. طالما هديه يبقى هنغلفها، هنعمل لها wrap. When the weather is cool بيقول لك لما الطقس بيكون حلو كده we like to not and go shopping downtown. نحب نعمل shopping. طالما بنعمل shopping يبقى بنخرج كده نتمشى مع بعض، بنخرج نتجول get around. My friends never recommend using the not while driving in Cairo because it sometimes mislead people. الجي بي اس، استخدم يا باشا الجي بي اس كده وانت ماشي. طبعا ما تنساش ان الجي بي اس اختصارا لكلمه جلوبال بوزيشننج سيستم. جلوبال بوزيشننج سيستم. وانت ماشي كده في الطريق يقول لك ايه، يلا يا باشا عشان قربنا نحود يمين، تيجي تبص تطلع عماره في خلقتك. انا مش عارف يعني، انا مش فاهم هتعملها ازاي يعني. ممكن بقى نعمل ايه، هليكوبتر مود از اون، تفعل المود بتاع الهليكوبتر وتطير بقى على سطح العماره وربنا يكرمك كده وتعدي الناحيه الثانيه، هتبقى جي بي اس. Because of the cloud of dust the children couldn't not. بسبب السحابه اللي اتعملت من التراب، شويه تراب كده عملوا الدنيا، قلبوا الدنيا، فالولاد ما كانتش قادره تتنفس. بريذ وبريث. بريذ يتنفس، بريث نفس. ما تنساش ان انا عندي بريذ ان وبريذ اوت. بريذ ان بتساوي inhale وبريذ اوت بتساوي exhale. 9. We not make fun of all people and make them suffer when they walk in the street. ما ينفعش ان انت تتريق على الناس الكبيره. make fun of نتريق على، طبعا shouldn't. طب يا مستر ما انت قايل لي ان اوت انت بتساوي shouldn't. بس اوت انت عايزه توي قلب المستر. If we add oil to fire it not but we mustn't try that at home. اي حد فينا حط شويه زيت على نار، اي حد فينا، انا انت غيرك، ربنا رب يبعد عنكم ويبعد عننا اي كوارث، هيولع. حتى علشان كده اولاد لو حصل اي حاجه في المطبخ، اي حرايق وانت بتطبخ، ما ينفعش تطفيها بميه. تمام، ما ينفعش حط شويه زيت كده على النار، الدنيا ولعت، الدنيا باظت. تمام. فانت وانت شغال في الجمله دي انا عايز اقول لك ان دي فاكت، دي حقيقه. يعني دي زيرو كونديشنال، حاله صفريه، مضارع بسيط. تنساش الاس بتاعت المفرد it flames، تشتعل تلتهب. I not better go now or I will be late for the match. See you soon. لازم امشي دلوقتي او هبقى متاخر على الماتش. تمام. كان من طرق النصايح اللي عندك should, ought to, if I were you, had, better. ما تنساهاش، الحاجات دي كلها مهمة بالنسبة لك وانت بتقدم النصيحة. معك better فهتبقى had better. We not respect and follow the traffic rules. respect يحترم قواعد المرور من غير ما تفكر يا معروف. must على طول وانت مغمض عينيك. يلا، انا قلت لك لما تسمع نفسك بتقول لازم. must بتسمع نفسك بتقول مضطر ان. have to اخواتها. يلا السؤال 13. I suggest you not buy the red blouse. suggest لوحدها بتاخد ing بعدها.
لو بعدها فعل زي ما انت شايف فليها قاعدتين، يا اما مصدر يا اما should زائد الفعل في المصدر. تمام؟ بما انك هتستخدم should فممكن كمان استخدم shouldn't. I suggest you not buy the red blouse because the black one has a drawback. البلوزه السوداء ديت فيها drawback، فيها عيب. اذا انا بقترح ان انت تشتري should. The competitors المتنافسين not reach the final line in 5 minutes and return from the other side. لازم يعدوا من الناحية التانية ويرجعوا في 5 دقايق. must. قانون يا باشا، قانون لعبة، قاعدة، قاعدة العامة على طول على طول must. تعال نبص على الامتحان ده كمان. متزهقش مني، متزهقش مني، احنا ما بقالناش نص ساعة فمتزهقش مني يا باشا. يلا نكمل، نبص على الامتحان ده كمان. وكان الله بالسر عليه. يلا. His room is always so messy that he can never find anything. بيقول لك اوضته دايما فوضويه لدرجه ما اعرفش يلاقي اي حاجه. انا عايز مرادف كلمه ميسي. ميسي فوضوي يبقى مش مترتب، untidy، ممكن يبقى شكلها معفن وزباله، terrible. The teacher gave us some useful advice. المدرس ادانا شويه نصايح مهمه. عايزين مرادف كلمه useful اللي احنا كنا بنقول حالا معناه مفيد. طالما مفيد يبقى beneficial. حلو كده. و faithful مثمر مربح مفيد. يلا عايزك تكتب السينونيمز دي لو في حاجه فيها اول مره تعدي عليك، لو انت اول مره تشوف الحاجات دي يعني. بتكلم لو ما كنتش تاخد درس، كنت قاعد مريح، كنت بتذاكر مع نفسك، فقد الشغف، عادي يعني، عادي كلنا بنفقد الشغف يعني. ف اكتب الكلام ده قدامك وشوف الدنيا فيها ايه. يبقى كنا بنقول هنا مرادف كلمة useful اللي كان معناه مفيد يا اما fruitful يا اما beneficial. اللي بعده good not is essential to prevent the spread of diseases. من الجمل المهمة النظافة الشخصية. كان معاك hygiene وكان معاك sanitation. People were asked to not the building after the fire. Alarm went off. بعد ما اشتغل الجهاز بتاع الانذار اتطلب من الناس عملية اخلاء للمبنى. evacuate. She decided to not the gift in colorful paper. اتطلب منها ان هي تعمل ايه للجفت. جفت ديت اللي هي الهدية، يبقى الطلب منها تلف الهدية، الطلب منها تغلف الهدية. لسه حالا كنا بنتكلم في النقطة دي، يغلف او يلف اللي كان اسمها يا معروف راب. تمام؟ ركز معايا يصلح حالك ويبارك لك. انا مش كل شويه اقعد اقول لك ركز، مش كل شويه اقعد اقول لك ركزي، مش كل شويه اقعد اقول لك خد بالك من مصلحتك، مش كل شويه نقعد نقول ان رمضان للعباده فقط. يلا يا باشا تعال. Please not on your work instead of chatting with your classmates. بدل ما انت عمال تتكلم مع اصحابك ركز، ركز، concentrate، ركز على شغلك. ما تنساش ان concentrate بتاخد on بتساوي كلمة focus. The hotel was very not with expensive furniture and excellent service. طالما في عندك expensive furniture، حاجات كده غالية وخدمة كويسة، إذا ما كانش ordinary، ما كانش عادي، ما كانش cheap، ما كانش رخيص، ما كانش uncomfortable غير مريح، ولكنه كان luxurious مليان رفاهية، حاجة كده من اللي قلبك يحبها يا باشا. She always tries to have not attitude even in difficult situation. بيقول لك دايما بتحاول يبقى عندها ايه attitude، إيه تصرف، رد فعل حتى في المواقف الصعبة. اذا محتاج يكون عندي تصرف ايجابي ورد فعل ايجابي positive. يلا اللي بعده. You not wash your hands if you have touched an infected bird. infected bird طائر مصاب.
تمام. ده كان عندنا نص ريدنج بيتكلم عن انفلونزا الطيور. جري جري جري، لازم 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 تغسل ايديك. شود ماست، بس انا ما عنديش ماست. اديها شود يا باشا، اديها شود. ما تفكرش ما تفكرش يا باشا. You shouldn't have wasted their time. الحمد لله. You shouldn't have wasted their time. ما كانش المفروض يضيعوا وقتهم. They didn't give the marks they wanted. The sentence expresses. الجملة دي بتعبر عن، لسه قايل لك should have shouldn't have زي التصريف تالت. بتعبر عن ايه يا عم معروف؟ قال لك دي بتعبر عن ندم، بتعبر عن ريجريت. بس انت ممكن ما تلاقيش كلمة ريجريت موجودة معاك. تعال نقرا الاختيارات اللي عندك. معاك كلمة بليم، تتكلم عن لوم. معاك كلمة necessity، ضرورة. prohibition، تتكلم عن دكشة. ما تكملش يا مستر، ما هو انت بتتكلم عن ندم، اذا انا بلوم نفسي، صح؟ يبقى بليم. not I have a ticket to go to this concert or it's free، ولا هو مجاني؟ have a ticket، هل المفروض يبقى معايا تذكرة؟ must I have. وبعدين بقى من كل اللي جبته لي برد. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. اللي ربنا يشفيني بقى. If there is a big problem I usually not my teacher's advice. بيقول لك لو انا عندي مشكلة كبيرة is يبقى دي يا مستر يا اولى يا صفرية. طيب طالما لقيت ظرف تكرار يبقى دي حالة صفرية اللي بتعبر عن يا حقائق يا عادات شخصية. إذا دي بالنسبة لك عادة شخصية، إذا دي بالنسبة لك حالة صفرية. I usually ask. منى won't pass her exams. منى مش هتنجح في امتحاناتها. not being helped. عندي فعل ing provided that و unless عايزين فاعل، عايزين جملة كاملة، شلتهم. without و in case of الاتنين بيجي بعدهم ing مع اختلافات المعنى. without بدون، in case of في حالة. منى مش هتنجح في امتحاناتها من غير ما يتم مساعدتها ولا في حالة أن تم مساعدتها. بالبلدي كده يعني بالعقل، مش هنجح إلا لما تساعدني. without يا مستر. if there is much traffic، لسه كنا بنقول عندك is يا صفرية يا أولى، بس دي لا بتعبر عن حقيقة ولا بتعبر عن عادة شخصية. يبقى أنا معايا إما will يا إما should. شيل would شيل ought. You will be patient هتبقى احتمال تبقى صبور ولا يجب ان تكون صبور؟ بتعبر عن نصيحة. يا مستر بعبر عن نصيحة، اديها شود. احنا كده حلينا مع بعض 4 امتحانات، تمام، في 14 جملة. حلينا مع بعض كده حوالي 56 جملة كده في الفيديو ده. مش عايز بس اطول عليك عشان انت حتى ما تستتقلش الدنيا. لمينا فيهم هنقول 90% من يونت 7 ويونت 8. تمام، حوالي 90% من يونت 7 ويونت 8. ركز فيهم كويس. ربنا يا رب يوفقكم كده بكره بفضل الله. واديني بقى لايكايه حلوه. لو حد من اصحابك محتاج مراجعه ولا حاجه ممكن تبعت له الفيديو. وربنا يا رب يجازيني ويجزيكم خير. يعني احنا في رمضان، شهر الخير وشهر البركات. ادعوا لي كده، ما تنسوش في دعواتكم ساعه الفطار، ساعه الفجريه. ربنا يا رب يوفقكم. كان معاكم محمد معروف، مدرس الانجليزي في دمياط. سلام.